تسلا غيرت قواعد اللعبة في صناعة السيارات، بس هل فعلا هي الأفضل ولا في منافسين زي BYD وفولكس فاجن ممكن ياخدوا مكانها؟ صناعة السيارات الكهربائية كله بيهتم بيها، بس في الأول وفي الآخر الفلوس هي اللي بتتكلم. 1. تسلا باعت 1.3 مليون عربية في 2023، وده زيادة 40% عن السنة اللي قبلها. 2. القيمة السوقية لتسلا يعني أكتر من القيمة السوقية لتويوتا ومرسيدس مع بعض. 3. تسلا حققت إيرادات في 2023 حوالي 80 مليار دولار، بزيادة ضخمة عن 2022. منافسة شرسة بقى من الصين بتيجي من ناحية BYD. الشركة الصينية تخطت تسلا في المبيعات في 2023 وباعت أكتر من 1.8 مليون عربية. وبرضه شفنا شركة نيو الصينية، والشركات دي بتقدم عربيات كهربائية بمواصفات فاخرة وأسعار تنافسية جدا. في تحديات بتواجه تسلا. أول حاجة تكلفة البطاريات. سعر الليثيوم المستخدم في البطاريات بتاعتها ارتفع بنسبة 200%، وده أثر على تكلفة الإنتاج. 2. المنافسة السعرية. BYD بتقدم سيارات أرخص بنسبة 30% من تسلا في السوق الصيني. 3. الدعم الحكومي. الصين بتقدم دعم هائل لشركاتها المحلية، وده بيضغط على تسلا أكتر في السوق العالمي. يا ترى أنت شايف إن تسلا ممكن تفضل في الصدارة ولا المنافسة الشرسة هتقضي عليها؟ يعني ببساطة نستثمر في مين بالظبط؟